بسم الله، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من كورة الجمهور. ما تلعبش مع بابا الشغلانة، ما تلعبش مع ملك اللعبة، ما تلعبش مع أي حد بيشجع ملك اللعبة. هو الأهلي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. لا يصلح لأي شخص إن هو يستهان بهذا الفريق. النادي الأهلي اللي امبارح كان هو ملك وعريس الليلة بعد أن تألق لاعبيه بالفوز على العين الإماراتي 3-0 في لقاء توج فيه النادي الأهلي 3-0 وتوج ببطولة الأسيو أو الأفرو أسيوية. هي بطولة بتقول لك إن أنت بطل كده في آسيا وأفريقيا والنقاط الهادية، فأنت كده بطل نص الكون. هو بالفعل بطل نصف الكوكب. النادي الأهلي بعد تألق واضح جدا 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 امبارح كان يعني انت ما بتقوليش بقى ولا سفيان رحيمي ولا تقول لي كريسبو ولا تقول لي اي حد من الناس دي يا باشا. كل الناس دي على عيني وعلى راسي، بس لما تيجي تقابل الاهلي اركن كل الحسابات على جنب وتعالى بقى حاسبني انا كاهلي. تعالى شوف بقى امبارح تألق واضح جدا من حسين الشحات، وتألق واضح جدا من امام عاشور، وتألق واضح جدا من طاهر، وتألق واضح جدا من وسام ابو علي. بص، العده كانت شغاله بنسبه 100%. اللعيبه كانت شايفه شغلها بنسبه مليار في المية. فلكل جواد كبوه ولكل كبوه صحوه. فكانت هي صحوه المارد الاحمر بالامس عندما تقابل مع العين الاماراتي وفاز ب3 أهداف مقابل لا شيء. 3 أهداف احرزهم وسام ابو علي وامام عاشور ومحمد مجدي قفشه، اللي بيكون هو دايما رمانه الميزان اللي بتنزل في اي وقت بتسجل.